سلام مسيو. نعرف برشا ناس قاعدين يقولوا شبيه سلام مسيو ولات بالقاعده، على خاطر ماش نعملوا سلام مسيو. عندي محتوى جديد، عندي مده نخمم فيه، نحب نقدمه لكم يا جماعه، اللي هو روايه القصص. انا وليت واحد من الناس كل ليله قبل ما نرقد نحط كل اليوتيوبرات اللي يحكوا في القصص ونشبع بالنوم. هذيك علاش قلت علاش ليه سلام مسيو ما تعملهاش انت الحكايه هذه. دونك اوتوماتيكمون ذكرت لي انا فما قصه تعجبني برشا حكى عليها اليوتيوبر سيب في فرنسا. دونك قلت يا سلام مسيو اعمل كيفها بالضبط، خاطر القصه بالحق مشوقه على الاخر. قصتنا اليوم تحكي على زوز من الناس باعوا ملايين الالبومات في العالم، اكبر عمليه تحيل في تاريخ الموسيقى. هذوما الزوز وصلوا تحصلوا على جائزه جرامي، وهما الزوز عمرهم ما غنوا في حياتهم. والثنائي هذا اسمه ميلي فانيلي. The best new artist is Milli Vanilli. Milli Vanilli. قبل ما يكونوا ديو ميلي فانيلي كانوا زوز من الناس يعيشوا في حياة عادية. حبيبنا الأول اسمه روبير بيلاتوس، تولد في نيويورك عام 1965، وفي عمر الأربع سنين استبنته عائلة ألمانية، ونعرف المعلومة هذه ما تفيد حتى واحد فينا. وكي يصل عمر المراهقة كيما برشا شباب تغرم بالدانس والموسيقى ويسمر فيه يعني. والشخصية متاعنا الثانية اسمه فابريس مورفون، ما نعرفش بالانجلي فابريس مورفون. تولد في باريس عام 1966، وكيف كيف هو زاد كان مغروم بالدانس والموسيقى. دونك حل بينا لها تدور الايام ويا سيدك بيسيدك يتقابلوا في اخر الثمانينات في سهريه في ميونخ. ومادام الزوز مغرومين بالموسيقى والدانس، دونك فيسع ولاو اصحاب. وفيسع ما مشاو سجلوا اول اغنيه ليهم وصوروا لها فيديو كليب. الأغنية طلعت أخي بحاجة في الدنيا. وكما تعرفوا الناس الكل، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. رغم اللي الأغنية خايبة والكليب خايب، فما شخص آخر شاف فيهم حكاية. يعني عملت شم أما هو شاف فيهم حكاية. وهوني نتعداو للشخص الثالث اللي هو فرانك فاريون، اللي هو منتج كبير ومتأكد اللي انتم تعرفوه، خاطر ما تصورش حتى شخص ما يعرفش أغنية داري كون. يلا ما بعد داري كون. وسي فرانك هذا بعد ما شاف الكليب عيط لهم زوز وقال لهم اسمعوني يجوا نحكيو برجل. انا شفتوا الكليب تاعكم صحيح هو خايب على الاخر، اما انا نشم في ريحه بزنس، وما عليكم كان تتبعوني وتسكتوا. الفكره سهله على الاخر. قال لهم انا باش نجيب زوز من الناس يغنيوا في بلايصكم وانتوما ما عادش تغنيوا جمله، يعني جوست باش تعملوا فيديو كليب والاغاني باش تكون باصوات ناس اخرى بلغه اخرى يتحايلوا. وهو مهفوث كي على الاخر، حسبها في مخه وقال لك نجيب زوز من الناس هذوما مزيانين يعطيو في الكليبات، يشطحوا البنات تحبهم، نعمل لهم اغنيه مزيانه ومع شويه زهر نفرقع الدنيا. ونبههم بالكدا، قال لهم اهم حاجه انه اللي باش يصير بيناتنا يموتوني، وما لازم حتى انسان يعرف اللي انتوما ما كومش تغنيوا. وبعد مده مشى عمل لهم اول اغنيه ليهم اسمها Girl You Know It's True. هذيك علاش الانجليزي نتاعي داخل فيها هيك. وهو المنتج نتاعهم قال ما عندي ما نخسر، انا نعمل اول اغنيه نجرب بها ونشوف فين تراسي، كان نجم نحسن ما نحسنش سينو نبطل. بعد ما هبطت الاغنيه صارت مفاجاه للناس الكل. It was a huge booming masterpiece. Girl, you know it's true. Milli Vanilli has made it big in America. الأغنية يا سيدك بن سيدك تحتل المرتبة الثانية في أمريكا، المرتبة الثانية في فرنسا، الأولى في إسبانيا، الثالثة في إنجلترا، حتى اليابان يا أبو قلب، خامسة في اليابان. وهوني في فترة وجيزة العالم كامل عرف اسم ميلي فانيلي. الصحافة والتلفز ما تحكي كان عليهم، رغم اللي صوتهم في المقابلات التلفزية والراديو ماهوش نفس صوتهم اللي غنيوا بيه. So it's just an award for the first album, I think, you know. We added together, just as a fantasy name like Scritti Politti. لكن العباد ما شلقت بحتى شيء، ومن كثرة ملي عاشوا الدور كي تشوفهم في المسرح والطاقة اللي يعطيوا فيها تقول هذم هما اللي غنيوا في الأغنية بالحق. ومن حياة زوز هوات تعدوا لحياة نجوم العالم. وبعد ذاك عملوا 4 أغنيات كانوا رقم 1 في أمريكا، والنجم نقولوا هوني اللي هما وصلوا للقمة. ورغم الشيء ذاك الكل اللي عاشوه الموضوع مازال سر، خاصة روبير كان عايش حياة سوبر ستار، ليموزين 3 4
مواد مخدرة، كان يستعمل في الكوكايين. هذاك اللي خلى المنتج متاعهم يكلمهم يقول لهم الأولاد نستهدوا بالله ونحطوا ساقينا على الأرض. أما هذا ما كانش رأي روبير قال له أنا سوبر ستار وما عندك ما تعمل لي، وأنا حر نعمل اللي نحب عليه. We wanted to be famous. We wanted to be stars. I wanted to see my face on TV, you know, honestly. وصل حتى قال في انترفيو انه جروب ميلي فانيلي اهم من بوب ديلان. وصلوا حتى قالوا احنا الفيس جديد، وهما ظهر اللي نساو اليوم عمرهم ما غنيوا حياتهم الكل. وزاد ركبهم الغرور اكثر كي خذاو جائزة جرامي اوارد. This new artist is Milli Vanilli. We want to say thank you very much, but we want to say there are a lot of artists here in this room, there are a lot of artists outside in the world who can achieve the same award that we achieved today. And it's an award for all artists in the world. Thank you very much. Thank you. باعوا 14 مليون ألبوم و30 مليون سينجل. معناتها يا جماعة نحبكم تفهموا حاجة، نحكيو على زوز من الناس عمرهم ما غنوا حياتهم الكل وربحوا جائزة جرامي. باش تفهموا معناها الكذبة وين وصلت. برجولية هوني نجموا نقولوا اللي الأمور بدأت تخرج على الصعيد راه. وكما تعرفوا الناس الكل مهما طول الكذبة يجي نهار تكشف. تعدى عام والناس الكل تحبهم وهم يدوروا يغنيوا من مسرح لمسرح. أما الخوف والتوتر كان ديما موجود من داخلهم. خوف من اصغر حكايه تقنيه تنجم تصير، خاطر يعرفوا رواحهم ما همش يغنيوا لايف، اللي يعملوا فيه الكل بلاي باك. ليه الخوف نتاعهم ولا حقيقه؟ نهار اللي الديسك اللي حاطينه ويغنيوا بلاي باك صار فيه مشكل في اللايف. I wanted to die. It stopped. Girl, you know it's girl, you know it's girl. 80,000 people. Girl, you know it's girl. So I stopped. I panicked. I ran off stage. Julie Brown, who used to work for MTV, ran after me. I didn't want to go back to stage. I had enough. 80,000 people waiting. I said, I had enough. خاطر العباد قبل كانوا يغنيوا لايف، ما تلقاش كون يغني بلاي باك. دونك كي الديسك تصير فيه مشكله ويصير اشكال في المسرح الناس باش تشك، وهذاك اللي صار. بالكم هوني المشكله الوحيده؟ لا، المشاكل ماشيه وتزيد. على خاطر واحد من الفنانين الحقيقيين من جروب ميلي فانيلي اللي يغني بصوته الحقاني قرر انه يكشف الحكايه، وخرج وقال انا واحد من الاصوات الحقيقيه متاع ميلي فانيلي. يا اخي سبحان الله، جيه تليفون من المنتج فرانك. الو وينك؟ هاي تاخو 150,000 دولار وتسكر علينا الموضوع. وفجاه السيد قال ما نفدلك انا مانيش انا نغني كيك دعاء بقى. والمشكله هذه خلت جروب ميلي فانيلي ترجع ساقيها على القاع. هذاك علاه خموا مشاو بفكره للمنتج نتاعهم، قالوا له علاش ليه ما نكملوش العروض نتاعنا بالغنيات اللي صبيناهم سي ويعرفوهم الناس، اما في الالبوم الجاي نغنيو بالحق باصواتنا وندخلوا ناخذ دروس نتاع غناء. والمنتج اكيد تغشش وقال لهم هذه حكايه وتفسخوها من بالكم. وفي اللحظه هذه جروب ميلي فانيلي يعمل اكبر غلطه في حياته. يمشي والزوز يعملوا محامي ويشكيوا بالمنتج نتاعهم. معناتها مخهم قال لهم انهم يشكيوا ويقفوا ضد المنتج اللي هو بيدو صنعهم من لا شيء، وهذه اكبر غلطه عملوها. يا اخي المنتج قال لهم اوكي باه تحبوا تشكيوا بيا، هاي تحبوا الحرب سيدي هاي ندخلوا في الحرب. ومشي سي فرانك فاريون المنتج لم عدد كبير من الصحفيين وقال لهم يا سيدك بن سيدك الجروب هذا ميلي فانيلي عمره ما غنى في حياته واللي تشوفوا فيه الكل كذب. انتهى اللقاء. Lied to my family, lied to my fans, lied to my friends. So we got some money for it. So we signed our soul to the. وفي رمشة عين العالم كامل صبح يحكي عليهم على أكبر عملية تحيل في تاريخ الموسيقى. العالم كامل تقلب عليهم، وأكيد مشاو رجعوا جائزة الجرامي اللي خذاوها، وكل واحد شرى CD متاعهم رجعوا له $3. وكيما كانت الشهرة متاعهم سريعة جدا السقوط متاعهم كان أسرع. رغم اللي عملوا ألبوم جديد وهبطوا في السوق، الألبوم هذايا كان أفشل من فكرة أنهم هما يشكيوا بالمنتج متاعهم. وهوني فات الحلمة بالنسبة لميلي فانيلي. شنو اللي صار من بعد؟ اللي صار انه بعد 10 سنين فابريس فاق من الكابوس اللي كان يعيش فيه وقرر انه يولي دي جي.
لكن روبير للأسف ما خرجش من الكابوس بعد 10 سنين وقعد مدمن للكحول والمخدرات، وانتهى به الأمر باكتئاب شديد وبمحاولة انتحار، رغم اللي قرر انه يمشي المركز باش يعالج روحه من الكحول والمخدرات، بل بليلة من دخوله المركز العلاج يلقاوه ميت بأوفردوز، مات في عمر 32 سنة. We were lying. Les mensonges prennent l'ascenseur quand la vérité prend les escaliers. Lies are taking the elevators while the truth takes the stairs. I knew that at some point the truth would rise. شباب ان شاء الله تكون عجبتكم القصه متاعنا. القصه هذه كما قلت لكم نتاع ساب في فرنسا، انا حبيت نعاودها كما هي باش ما نغلط في حتى شيء. انا الحقيقه عجبتني برشا، وانتم يا جماعه كان تحبوا نحكي لكم قصص اخرى في مجال الموسيقى او غيره تخليوا لنا كومنتير، وما تنساوش تعملوا جيم والبارتاج. صحيح بدلنا شويه المحتوى اما نفس الحكايه. ابونيفو دابونيفو.